بقالكوا اسبوع مستنيين قصة ازاي بناتي اتخطفوا ورجعتهم بعد 10 سنين. وانا بقالي اسبوع بحاول ارتب الكلام عشان لا بناتي يتضايقوا ولا اقول حاجة تحسب عليا. لما انفصلت انا وبابا البنات، هو قرر ان هو عايز يرجع لي بالعافية، مع ان احنا ما كانش ينفع نرجع عشان احنا اتطلقنا الطلقة التالتة. على الورق كانت 2 ولكن فعليا كانوا 3. والمأذون قال له الكلام ده، قال له خد بالك، انت ورق 2 ولكن انت فعليا مطلقها 3، فمش هينفع ترجعوا. ناس من القرايب حاولوا يتدخلوا وناس من اصحابي، بس محدش كان عارف حاجة. يعني محدش عاش معانا وعارف ان احنا ما ينفعش نكمل، ما ينفعش نرجع تاني، خلاص خلصت. وما زلت لغاية دلوقتي بقول احنا ما ينفعش نرجع تاني. هو كده كده مش هينفع، بس اللي هو احنا ما ينفعش نرجع تاني. حتى بعد ما اتجوزت بعده وخلفت من اللي بعده، برضو ما ينفعش نرجع عشان احنا مش شبه بعض. بس هو كان ليه رأي تاني. قرر في العيد انه ياخد البنات يعيدوا مع مامته. هو كان عايز ياخد التلاتة، البنتين والولد. وكان ساعتها توتة 4 سنين وبوسي كان عندها 9 سنين وإبراهيم عنده 8 سنين، فلسه قطايط صغيرين. قال لي هاخدهم يقضوا العيد مع ماما وارجعهم لك تاني 10 أيام. بس لما جه ياخدهم البنات قالوا هنروح عند تيتا. إبراهيم قال لأ، أنا عايز أقعد مع ماما، فساب. بعد ال10 أيام اتفاجئت بمكالمة من المدرسة: ميس نبال ربنا يديك الصحة والعافية يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. قالت لي سلمى انت معاكي ولاية تعليمية؟ انا ما كنتش مديه اخوانا، يعني ليه ولاية تعليمية؟ خلاص اتطلقنا ومش هنكمل. ولادك عايز تيجي شوفهم اهلا وسهلا، البيت مفتوح. عايز تصرف عليهم اهلا وسهلا، مش عايز تصرف عنك ما صرفت. يعني اللي هو انا مش مديه اخوانا في حاجة، ولا كان ليا في المحاكم ولا القضايا ولا الكلام ده. انا مع اني كان اقدر اعمل كتير، بس بحب الحلول السلمية اكتر. قلت لها لا، ولاية تعليمية ليه؟ قالت لي طب هو جاي ياخد ملفات البنات واحنا مش هنقدر نوقفه. انا هنا اتصدمت وما بقيتش عارفه اعمل ايه. انزل اتخانق معاه في المدرسه؟ ما انا مش هعرف اعمل حاجه برضه وهياخد الملفات. طب لو نزلت اتخانقت معاه انا هرجع البنات ازاي؟ ما هو واخدهم في بلد تانية في محافظه تانية. بالمناسبه هي قريه صغيره جنب محافظه كبيره، يعني القرى الصغيره دي انتوا عارفين بتبقى العائلات كلها عارفه بعضيها. يعني انا لو نزلت مش هعرف اخد بناتي برضه، وممكن يتبلى عليا ويقول ده هي اللي ضيعت البنات ويرفع عليا قضية ويبهدلني، خصوصا هو كان شغال. مش هقول شغال ايه، بس هو كان شغال شغل يعرف يعمل ده بسهولة جدا ويأذيني. فسكت. اتصلت بيه مرة واتنين: ملكيش بنات عندي، عايزة بناتك ارجعي. طب ما هو احنا مش هينفع نرجع، هنرجع في الحرام يعني يعني مش هينفع نرجع. هنا بقى تدخل شخص ما من العائلة، قال لي مالكيش دعوة، بس لو في أمل راجع نفسك، مالكيش دعوة أنا هتصرف. يعني هنتصرف نعمل ايه؟ ما هو هيبقى في الحرام برضه، لان انا اتجوز محلل واتطلق منه ده، وانا عارفه ان انا هجوزه واتطلق عشان ارجع للاولاني، ده حرام. فامل في ايه؟ امل في ايه؟ هعيش في الحرام؟
فأنا ساعتها قُلت له كلمة فاكراها لحد دلوقتي، قُلت له: "أنا أضرب نفسي طلقة في نُص دماغي وما ارجعلوش، هياخد البنات، هيشيل مسؤوليتهم، يا ألف بركة، يا رب يشيل." بعديها أنا كنت بقى يعني باراقب الaccount، أشوف صور للبنات، أطمن عليهم، لأن هو مانع إن أنا أتواصل معاهم خالص. عرفت إن بنتي الصغيرة عملت عملية، فاتصلت، "بنتي فيها إيه؟ طب إيه اللي حصل؟ طب عملية إيه؟" قال لي: "اعتبري بناتِك ماتوا، ما لكيش بنات عندي." فسكت. ناس كتير أوي كانت فاكرة إن أنا شخص قاسي وما عنديش قلب، اللي هو دي رمت بناتها. في ناس ما كانتش تعرف أصلًا إن أنا عندي بنات، كانوا فاكرين إن أنا عندي ولدين بس. أنا كنت باتحاشى الكلام في الموضوع ده عشان ما اتوجعش، وباقولهم في وسط أهلهم، بس ما كنتش عايزة أتكلم. صحابي القريبين مني أو اللي كانوا صحابي كانوا بيقولوا لي: "ياه! ده أنتِ قاسية أوي، أنتِ ما بتفكّريش في البنات خالص؟" أنا ما نسيتهمش، بس مش عايزة أتكلّم، وما عنديش حاجة أعملها، لا عندي أخ ولا أب ييجي يروح معايا يتخانق معاهم وحتى لو رُحنا اتخانقنا مش هاعرف آخُدهم. بس كنت دايمًا أقول كلمة صحابي بقى اللي بجد حافظينها لحد ما بناتي رجعوا، ويمكن يقولوها في الكومنتات دلوقتي. سلمى كانت بتقول: "بناتي راجعين." أنا عارفة إن بناتي راجعين. لحد شهر 9 اللي فات، 9 اللي فات جالي موضوع المرارة ده برضه، واتحجزت في المستشفى في الرعاية المركزة 3 أيام. كنت في مستشفى المنيرة. اتصلت بأبو ابني الصغير وبمراته، على فكرة إحنا يعني أنا وهُم علاقتنا كويسة ببعض. إحنا اتطلّقنا، بس إحنا ما بيننا ولد وهي كمان عندها ولد أخو كريم، فإحنا غصبٍ عننا هنتعامل، فنتعامل باحترام، لإن إحنا ما بيننا ولدين إخوات. فأنا علاقتي بيهم كويسة. اتصلت بيهم، وصّيتهم على كريم، وقُلت لها: "لو حصل لي حاجة اوعي تبقي مرات أب، اعتبريه ابنِك زيه زي مراته." وساعتها هو اتصل بيّا وقال لي: "لأ ما تقوليش كده، أنتِ هتبقي زي الفل هتعيشي أكتر مننا وهتربّي لنا عيالنا." كتّر خيره يعني. فعملت كده مع أبو إبراهيم الكبير، بس هو ما ردّش. فبعتّ رسالة، قُلت له: "أنا بين إيدين ربنا، وربنا عالم إذا كنت هاطلع منها والّا لأ، فخُد ابنك في حضنك وبطّل قسوة عليه وخلّيه مع أخواته." لإن هو من ساعة ما قال له: "أنا مش عايز آجي معاك، أنا هاقعد مع ماما." هو اعتبره مش موجود، ولا كان يعرف هو عايش والّا ميت والّا بياكل والّا بيشرب والّا مدرسة والّا دروس والّا أي حاجة. 10 سنين أنا اللي شايلة الليلة كلّها، وأنا كمان ما باخدش منّه مش عايزة منّه حاجة، ولا رفعت قضايا ولا رُحت محاكم ولا أي حاجة. في محكمة أكبر، احتمال الفيديو ده ما يكمّلش فهنكمّل في part 2. فبعتّ رسالة، قُلت له: "خُد ابنك في حضنك، أنا مش عارفة إذا كنت هاعيش والّا لأ." مين شاف الرسالة؟ بنتي الكبيرة. نكمّل في part 2.